دي ساكورا بيجي عليها وقت مفيش حد بيكون شايفها، وبتتأكد إذا هما شايفينها ولا لأ غير الشاب ده اسمه أونيتشان. وهنا قالت هو أنا هعمل فيها إيه دلوقتي؟ وقالت له هو أنت لسه شايفني؟ هو قال لها آه. وهنا قالت له ما علينا، أنا لازم أروح دلوقتي. وسألها وقال لها هو أنت ساكورا؟ وقالت له مادام أنت ناديتيلي باسمي يعني أنت من مدرسة ثانوية ميغارو. وقال لها آه أنا من الصف التاني. وهنا قالت له انا بحذرك تقول لاي حد على اللي انت شفته دلوقتي. وقال لها خلاص مش هقول اي حاجة، وسابته وراحت. بس هو كان مستغرب من تصرفاتها. وتاني يوم في المدرسة بقى بيبص عليها وقال لزميله هو انت شايف ساكورا؟ وقال له اه هي واضحة زي الشمس. واونيتشان قال له بصراحة انا بسأل نفسي عن طبعها، هي بنت مشهورة. وزميله قال له بصراحة هي مختلفة عن البنات التانيين، اي حد نفسه يخرج معاها حتى لو مش في علاقة حب. وفجأة بتيجي البنت دي وقالت له تعالى معايا عنا، وبصت له البصات الغريبة دي. وهو بياكل بتيجي عنده وقالت له انا عاوزة اتكلم معاك. بص انا مش عاوزة اتدخل بينك وبين كنيمي، بس انا عاوزاك تبعد عنه وتروح تشوف لك صاحب تاني ليك، لانه انت مش نافع ليه. بصراحة مش عارفة هي ليه بتتكلم معاها كده. وقال لها هي دي المشكلة بتاعتك؟ وقالت له ايه ده، هو انت عاوز تستفزني ولا ايه؟ بس هو مهتمش بيها خالص وكمل اكله كأنه مفيش اي حاجة. وهنا بيجي عند ساكورا وقال لها ممكن نروح مع بعض؟ وقالت له انا ما عنديش مشكلة، يمكن يكون طريقنا واحد. وقال لها خلاص. وهنا سألته وقالت له هو انت ليه بيتعاملوا معاك بالطريقة دي؟ ليه مفيش حد بيرضى يكون معاك؟ وهنا قال لها بسبب الاشاعات اللي بتتعلق بيا انا. وقالت له من غير ما تكمل كل حاجة موجودة في التليفون، هو انت ما بتشوفش اخبار ولا ايه؟ ولا ما عندكش تليفون؟ وقال لها ما عنديش تليفون، انا رميته من زمان في البحر. واستغربت. وقال لها بس قولي هو انت ايه رأيك في الاشاعات اللي بتتقال عني؟ وقالت له بصراحة الحادثة دي كبيرة قوي، ولو انت بريء لازم تثبت براءتك علشان ما يتكلموش عليك بالطريقة دي. وهنا قال لها ما تقوليلي هو ايه اللي حصل امبارح، ايه اللي انا شفته امبارح؟ وهنا قالت له انا بصراحة كنت بمثل وبظهر في التلفزيون والمجلات وكل الناس كانوا بيحبوني، لحد ما في يوم كنت في حوض السمك وانا راجعة خبطت في شخص وجيت علشان اعتذر منه، بس هو ما جاوبنيش وقلت عادي يمكن ما اخدش باله. وهنا وانا معدية قدام البنت دي خبطت فيا بس ما اتكلمتش معايا، ولما جيت علشان اطلب طلبية من الراجل ابو شنب ده كمان ما ردش عليا. هنا اتاكدت انه مفيش حد شايفني وسبت المكان بسرعة، ولما رجعت لطوكيو كانوا الناس شايفيني، علشان كده لبست لبس المدرسة علشان يشوفوني زي كل البنات. وبعد ما قلت لك كل ده يا ريت ما تعترضش طريقي. وهنا وصلته البيت وقال لها لازم انا اللي اوصلك مش انتي. وقالت له مالكش دعوة، انا مش عاوزة اي حد يوصلني، اشوفك بكرة. وتاني يوم اتقابلوا وكانوا بياخدوا اغراض. وقال لها هو انا لو مسكت ايدك هيحصل ايه؟ وقالت له هو انت عاوز تمسك ايدي؟ واحمر وشه بالطريقة دي. وهنا قال لها نفسي اشوف بيتك. وقالت له مش ممكن لانه انا عايشة لوحدي. وهنا قال لها هو انت لو عاوزة ترجعي للتمثيل تقدري ترجعي. وهنا قالت له ما تتضمضى خالص. وهنا كانوا نايمين جنب بعض. وقالت له هو انا ليه كل مره بتمسخر عليك بحسك فرحان؟ قال لها مفيش اي شاب بنت جميله زيك هتتمسخر عليه وهيرفض. واتكسفت البنت وقالت له خلينا ننام احسن. وشكرته لانه ما سابهاش لوحدها وبيحاول يساعدها. اونيتشن ما قدرش ان هو ينام وفضل يبص عليها. ولما صحيت ساكورا قالت له صباح الخير، هو انت ما نمتش ولا ايه؟ قال لها ما قدرتش انام لانه بصراحه كنت ببص عليكي. وقالت له خلاص بلاش كلام فاضي، يعني دلوقتي بتلومني ولا ايه؟ وقال لها هو انا ما عنديش فرصة معاكي ولا ايه؟ وقالت له ايه ده، هو انت بتقول ايه؟ هو انت تقدر تعمل حاجة اصلا؟ يلا خلينا نروح للمدرسة. وهم رايحين جت تلعب مع الكلب ده بس محدش كان شايفها. ونيتشان فضل يبص عليها وهو زعلان عليها. ولما راحوا المدرسة الطلبة كانوا بيعدوا قدامها وهم مش شايفينها. وهنا قال لها اونيشن ما تزعليش، يمكن يكون المشكلة فيهم هم اصلا. وقالت له خلاص انا رايحه الصف بتاعي. وبتيجي البنت دي وقالت له كلهم خلاص نسيوا ساكورا. وجات البنت دي كمان اسمها يوري وفضلت تبص عليه. ونيتشن قال لها عاوز اسالك سؤال، هو انت تعرفي ساكورا؟ وكلهم استغربوا قالوا ايه ده، هو ده بيقول ايه؟ احنا ما نعرفش اي بنت بالاسم ده. سابوه وراحوا. قال لهم هو انتوا ليه نسيتوها؟ دي اصلا كانت صاحبتكم. وهنا وهي معديه سمعته بيتكلم مع تناكا وقالت له بجد وضعها صعب ويمكن يكون اللغز كله في المدرسه دي، وحست ان هما بيشفقوا عليها. وقالت له على فكره اي حد بينام ويصحى الصبح هيكون نسيها. وقال اونيتشن يعني انا كمان لو نمت هنساها؟
وقالت له يمكن. وهنا وهو رايح بيجي وراها وقال لها هو انت فيكي حاجة؟ وقالت له لأ، انت اللي فيك حاجة، حسيتك مش طبيعي، على فكرة اهتم بنفسك وما تهتمش بيا. وهنا فضل يكتب عليها ويفتكر أول مرة قابله فيه علشان ما يقدرش ينساها. وتاني يوم وهو رايح المدرسة لقاها مستنياه وقال لها ايه ده؟ ايه الدلع ده؟ هو انت بنفسك مستنياني؟ ايه ده؟ ايه اليوم ده؟ وقالت له يلا بلاش كلام فاضي علشان ما نتأخرش. وهنا قالت له يمكن النهارده حد غيرك يشوفني. وهو في الصف كان بينام لأنه نعسان وما بيقدرش ينام علشان ما ينساهاش، وطبعا هي كانت مراقباه. وهنا قالت له انا عارفة ان انت ما بتنامش الليل كله، وجت معاه علشان يذاكروا مع بعض. وقال لها هو احنا امتى هنتجوز؟ وضربته وقالت له هو انت ايه ده؟ ليه بتغير الجملة؟ يلا ذاكر. وهنا طبعا كانت مدياه المنوم علشان يقدر ينام، وفعلا كان نعسان. وقالت واخيرا قدر ينام، يعني المنوم ده ادى مفعول. وقالت له شكرا على كل حاجة، انت عملت مجهودك ولازم ترتاح علشان تنام. وشكرته وقالت له انا بجد اسفة، انت بتعمل كل ده علشاني. ولما نام وصحي الصبح كان خلاص نسيها. واخته قالت له ايه ده؟ إيه اللبس ده؟ وقال لها يمكن يكون ده لبسك انتي، وطبعا ده لبس ساكورا. وقال لها ايه ده؟ ايش عرفني انا؟ وهنا جه الصف وهو بيفكر وبيقول انا ناسي حاجة، هو انا ناسي مين؟ وطبعا قدر ان هو يعرفها لانه كتب كل حاجة في الدفتر وبدأ بيجري وبيدور عليها. وقال انا مش ممكن انسى ساكورا لان هو بيحبها جدا. وبيجي الصف بتاعه وقال دي رسالة ساكورا، انا بحبك ومش هقدر انه انا انساك. وطبعا كل الصف كانوا بيضحكوا عليه وبيقولوا ده بيتكلم على مين. وهنا بتيجي ساكورا وقالت له يعني انت لازم تتكلم بصوت عالي يعني؟ ايه ده؟ انت كده بتزعجني على فكرة. واحد مجنون وبتجري عنده واداته حتة دين قلم وقالت له انت كمان نسيتني، انت قلت مش هتنساني. وهنا اعتذر منها وقال لها انا بجد اسف. وقالت له انا مش مسامحاك. وقال لها مش هسيبك لغاية ما تسامحيني. وهنا دعست على رجله وقالت له هو انت عاوز تقول حاجة تانية؟ وقال لها لا مش عاوز اقول. ورجعت دعست على رجله وقال لها انا بحبك ومش هسيبك. وقالت له خلاص الجملة دي لازم تقولها خلال ال3 اشهر، ولو ما قلتهاش انا هعتبر انه انت خلاص غيرت رأيك ومش عاوزني. وهنا كلهم كانوا بيبصوا بيقولوا ايه ده؟ هو بيتكلم مع مين؟ وراحوا يتغدوا مع بعض. قال لها هو انت طبختي كل الاكل ده؟ قالت له طبعا، يعني الممثلين مش بيعرفوا يطبخوا ولا ايه؟ وطلب منها ان هي تخرج معاه وبصت كده وغيرت الموضوع وقالت له على فكرة انا جاي لي عرض شغل وفيه مشاهد مغرية. وقال لها خلاص ارفضيه. قالت له هرفضه ليه يعني؟ وطلبت منه ان هو يغمض عينيه. ولما غمض عينيه كان فاكر حاجة تانية، ولما فتح عينيه استغرب. قالت له هو انت فاكر ايه؟ بصراحة قولي. قال لها خلاص زي بعضه. وهنا قال لها خلاص مش هتخرجي معايا يعني؟ ولما بتبص كده قال لها خلاص هروح اشوف علاقة تانية. وقالت له نعم انا ما رفضتش اصلا، هو انت ليه بتستسلم بسرعة؟ وقال لها يعني كده خلاص هتخرجي؟ قالت له خلاص. وهنا بيجي وبيلاقي البنت دي مستخبية اسمها يوري. وقالت له هو انت اونيتشان؟ وقال لها اه انا من السنة التانية. وهي قالت له انا يوري من السنة الاولى. وهنا فضل يسألها اسئلة غريبة وقال لها هو انت كم مرة عشتي اليوم ده؟ قالت له نعم. ايه السؤال الغريب ده؟ وانا ايش عرفني اصلا؟ وهنا قال لها بصراحة انت ما تنفعيش لاي حاجة. وقالت له ما تتكلمش معايا بالطريقة دي. وهنا قال لها خلاص انا سألتك سؤال وما عرفتيش تجاوبي. وقالت له بصراحة عاوزة اقول لك حاجة. وفجأة بتقول له استخبى لانه الشاب ده معجب بيها. وقال لها هو انا بيدور عليكي ولا ايه؟ وقالت له اه. وهنا قال لها اكيد عاوز يخرج معاكي وانت رفضتيه علشان كده بيدور عليكي. وهنا قالت له انت ايش عرفك يعني؟ وقال لها ما تخافيش عندي تجربة. قالت له انا مش بحب الشباب المشهورين. وقال لها ما كنت تديه فرصة. قالت له انت ما تعرفش حاجة، صاحبتي بتحبه. وكانت بتتكلم بصوت عالي ورجع يدور عليها. وهنا لقاهم بالمنظر ده. قال لها عرفتي دلوقتي ليه بترفضيني؟ وقال له انت فاهم الموضوع غلط. وكمان ساكورا بتيجي ولقيتهم كده وقال لها انت بالذات ما تفهمنيش غلط. وراح وراها وقال لها استني انت فهمتي غلط. وقالت له ما تتكلمش معايا مرة تانية وسابته وراحت. ويوري بدأت شغل مع اونيتشان وصاحبه وكان متفاجئ. وقالت له ايه ده؟ هو انت لابس زيي؟ وقال لها احنا هنا في شغل بنلبس زي بعض. وهنا بيجي علشان ياخد طلبية دول معاهم في المدرسة.
وقالت له هو بجد في علاقة بينك وبين يوري؟ وده قال اكيد بعد ما رفضته ساكورا عمل علاقة مع يوري، وقال لهم مفيش علاقة بينا، بس لما بتيجي يوري بتأكد لهم انه في بينهم علاقة. والبنت دي قالت له لو زعلتها هتلاقيني قدامك. ولما بيخلصوا شغل اونيتشان كان زعلان وسابها وراح، وقالت له استنى علشان اتكلم معاك، خلاص اديني فرصة علشان اقول لهم انه احنا انفصلنا. وراحوا مع بعض. هنا كلمته على نفسها وقالت له ان هي كانت عايشة في مدينة فوكاكا، وكانت عايشة لوحدها بتاكل وبتروح لوحدها، وقال لها عادي تقدري تتعودي. وهنا قالت له انت ما تعرفش يعني ايه تكون عايش وحيد، الوحدة بجد توجع. وقال لها خلاص انا هكدب عليهم بس مؤقتا. وقالت له بجد؟ طب ممكن اطلب منك طلب تاني؟ وقال لها عاوزة ايه تاني؟ يلا قولي. وقالت له طب ممكن نخرج مع بعض؟ كلهم هيسألونا إذا خرجنا. وقال لها تقدري تكذبي عليهم. قالت له بس لازم ناخد صور مع بعض. وساكورا جت عنده البيت واعتذر منها، وقالت له خلاص أنا قبلت اعتذارك بس ما تستناش مني أي حاجة. وشكرها. وهنا قالت له بخصوص البنت يوري، أنا ما تهمنيش البنت دي أصلا. قال لها نعم، وسابته وراحت. وهنا تاني يوم اتقابلوا مع بعض، وقالت له أول مرة أخرج مع شاب، واتصورت معاه زي ما هي عاوزة، وبيجيبها المكان ده. وقال لها المكان ده انا بيعجبني. وهي قالت له كمان بتحس انه انت في مكان هادي. وهنا شافت البنت دي وقال لها هو انت تعرفيها؟ وقالت له طبعا دي زميلتي. وكانت زعلانه لان الاسوره بتاعتها وقعت منها. وقالت لهم انا مش عارفه ازاي هقول لكم الموضوع ده. وهنا قال لها هو انت بتتكلمي على دي؟ علشان ما تزعلش صاحبتها يوري راحت جري وجابتها، بس اخدت برد. واونيشان اخدها المستشفى وجاي طل عليها وجاب لها اكل. وقال لها بجد انت بنت طيبه، ما كنتش فاكر انه انت طيبه للدرجه دي. فضلت تبص عليه. وتاني يوم في الشغل قالت له هي ساكورا اعترفت انه هي بتحبك؟ قال لها يعني مش عارف. قالت له خلاص انسى مش بتحبك. وراح البيت واتكلم معاها وقال لها ان هو بيحبها. وتاني يوم كانت يوري زعلانه، واونيتشان قال لها ايه ده؟ إيه الاكتئاب ده؟ هو انت ليه زعلانه كمان؟ وبيجي الشاب اللي بيحبها وقال له هو انت بتضحك عليا؟ وقال له لا بس بتمسخر عليك، وضربه. ويوري قالت له هو انت بخير؟ وراح اونيتشان وضربه كمان وقال له علشان تتعلم تتكلم مع اسيادك. ويوري قالت له خلاص كفايه، ومسك ايديها وراحوا. وقالت له ايه اللي انت عملته ده؟ وهنا قالت له بجد انت صدمتني، ايه اللي انت عملته ده؟ وهنا اعترفت له ان هي عملت حاجه في حياتها بس لسه بنت وكانت مكسوفه. وقال لها خلاص مش ضروري تتكسفي يعني. وهنا قالت له مش عارفه ازاي هرد لك جمايلك. وقال لها في طريقه انه انت تكوني صديقتي. وقالت له بس كده؟ غالي والطلب رخيص. وهنا فضلت تبص على صور ساكورا وتمنت انه هي تكون مكانها علشان اونيشن يحبها. لما جه المدرسة يوري قالت له صباح الخير، بس هنا كان بيفكر لأنه هو ما بيحبش الرياضة. ولما رجع البيت كانت معاه ساكورا. قالت له هو انت ليه بتفكر في الدراسة ولا في الشغل؟ وقال لها انا نفسي يجي يوم واتجوزك. هنا توترت ساكورا وقال لها هو انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ قلبت الموضوع وقالت له انا عايزه ادخل الجامعه. قال لها وانا كمان عايزه ادخل الجامعه بس نكون مع بعض. هنا ساكورا قالت له لو كده لازم تذاكر كويس وانا هذاكر لك. هنا لبست اللبس بتاع الارنب وقالت له كده هتذاكر كويس ها. هنا قال لها يعني انت مش زعلانه مني؟ قالت له بصراحة كنت زعلانة منك لأنه ما كنتش متوقعة إن أنت هتضرب شاب علشان بنت. وفعلا كان ضرب الشاب ده علشان يوري. هنا قال لها بس أنت يعني عايزاني أهتم بيك؟ قالت له آه. وقالت له يلا قولي كلمة علشان أفرح. وقال لها بحبك. هنا قالت له مش للدرجة دي، ما تنساش إنه أنت مصاحب البنت بتاعت السنة الأولى يوري. هنا كانت يوري بتستناه وقالت له عملت إيه في الاختبار؟ قال لها ما كنتش مركز أصلا. وقالت له أنا كمان. هنا قال لها يعني انا وانتي في الهوا سوا. وقال لها هنفكر ازاي ننفصل لانهم عاملين نفسهم ان هم مصاحبين قدام الناس بس. وقالت له قبل ما ننفصل لازم نروح مع بعض البحر. هنا قال واخيرا النهارده هتنتهي كذبتنا على الطلبه. وكان مستنيها ولما جت قالت وانا اتاخرت عليك؟ قال لها انا يا دوب وصلت اصلا. هنا قال لها وانت ليه متوتره؟ ليه ما عندكيش ثقه في نفسك؟ قالت له كل البنات في الموقف ده بيكونوا كده يعني. راحوا ابتدوا يلعبوا مع بعض في البحر. يوري كانت مبسوطه لدرجه انها كانت بتضحك على اي حاجه وهم قاعدين. قالت له خلينا نسلم على بعض لانه ده اخر لقاء بينا. على فكره انا عارفه ان انت بتحب ساكورا
وبسببها هننفصل وده اللي مزعلني. وهي رايحة قالت له عطلة سعيدة، أتمنى أنت وساكورا تحبوا بعض عن جد وتبدأوا تخرجوا مع بعض. تاني يوم جت أخته كايدي علشان تفيقه يروح المدرسة وقال لها النهاردة عطلة. قالت له مفيش عطلة أصلا. بص للساعة ولقى نفسه إن هو متأخر وراح عند يوري. يوري قالت له على فكرة هو أنت ليك بتوترني كده؟ ليه جيت عندي؟ وقال لها أنا جيت علشان أسألك هو أنت ما قلتليش إنه امبارح عندنا عطلة؟ قالت له ما قلتش الكلام ده، هو أنت مجنون ولا إيه؟ ولا خلاص خلاص انسي كل حاجة. قالت له وأنت رايح؟ قال لها خلينا نشوف بعض مرة تانية. جاوا بقى يحكي للبنت دي، اصله بيقول لها على كل حاجة زي ما تقول الدكتورة النفسية. وقالت له على فكرة يمكن تكون يوري بتحبك بجد. قال لها تفتكري كده؟ يعني هي بتحبني؟ انا حسيت ان هي بتبص لي بصات غريبة. وفعلا راح وقابلها وقالت له خلينا نروح من الطرف ده. وقال لها لا خلينا نروح من الاتجاه ده. وقالت له يعني انت مفتكر المكان ده؟ هنا قالت له انا بجد تعبت جدا. وقال لها ايه ده؟ هو انت زي ما تقولي عجوزة يعني؟ قالت له انا بحب البحر جدا، خلينا نروح علشان نسبح. وقال لها ما جبتش اللبس، خلاص مش هنبقى نكذب على الطلبة، لازم ننفصل نهائيا. وقالت له بس انا هعمل ايه؟ انا اصلا ما سببتلكش ازعاج، انا بس عايزة نبقى انا وياك اصدقاء، ده اللي انا عايزاه. هنا قال لها انت عارفة ان انا مش بحبك، بحب ساكورا، حتى لو خرجنا مع بعض كذا مرة مشاعري مش هتتغير تجاه ساكورا. وقالت له انا كذا مرة حاولت ان انا انسى كل حاجة بس ما قدرتش، انا عايزة تبقى لينا ذكريات مع بعض علشان نبقى اصدقاء للابد، دي هي امنيتي، وانا مش انانية وعمري ما سببت ازعاج لاي حد. اونيتشن قال لها هو انا ما قلتلكش؟ انت بتسببي لي ازعاج وانت عقبة في طريقي. قالت له وانت بتقول ايه؟ هنا اونيتشن قال مع نفسه انا بكره نفسي لاني واقف مع بنت انا مش بحبها. وقالت له انا نفسي ان انا اكون صديقتك وخليك تضحك من قلبك. هنا قدرت تقول له ان هي بتحبه جدا. اونيتشن قال لها واخيرا شجعتي ان انت تقوليها؟ قالت له قلتها وخلاص. وهم في المدرسة ده قال لها خلينا نخرج مع بعض. وقالت له مش هقدر. قال لها يعني انت بتحبي حد؟ قالت له بس هو ما عندوش تليفون، حبيبي بدين من العصر القديم. هنا كان مستنيها. قال لها وانت بتكلمي عليا انا بدين؟ قالت له انت السبب. هنا قال لها خلاص خلاص انا وافقت ان انا اكون صديقك علشان ما تبقيش وحيدة. قالت له مين طلب منك اصلا؟ وهو رايح مع ساكورا لقوا البنت دي عندها القطة الصغيرة دي. وقال لها ساكورا ايه رأيك ناخدها معانا البيت؟ قالت له ماليش علاقة. هنا البنت دي قالت له هي صغيرة جدا ومحتاجة حد ياخدها معاه. هنا قال لها وانت اسمك ايه؟ قالت له اسمي شوكو. وجابها معاها البيت. هنا قال لها وانت عندك اخت بتشبهك ولا حد من قرايبينك؟ قالت له مش بظن، ما عنديش حد بيشبهني. واتصل بالبنت دي اللي بيحكي لها على كل حاجة. قال لها شفت بنت اسمها شوكو شبه ساكورا بالظبط. قالت له يعني ما قالتلكش يمكن تكون من عيلتها؟ اصلا ما تنساش انه من الشبه 40. قال لها يمكن بس بصراحة بتشبهها جدا. هنا قال لها شكرا على كل اللي انت بتعمليه علشاني. وقالت له خلاص خلاص انا لازم اروح. هو قال لها شكرا على النصيحة بتاعتك ها. لما جه الشغل لقى يوري. قال لها وانت بتعملي ايه هنا؟ قالت له بقالي اسبوع مش بداوم وجيت علشان اشتغل. وقال لها اللبس ده لايق عليكي. ساكورا جت عنده الشغل. قال لها وانت خلصتي التصوير؟ قالت له وقال لها وانت مش قادره تستغني عني ولا ايه؟ وقالت له بلاش كلام فاضي. وقال لها خلاص خلاص انا هجيب لك الطلب بتاعك. هنا اعتذرت منه وقالت له انا حسيت بسبب الشغل ان انا مقصره معاك علشان كده علشان اعتذر منك. وقال لها هسامحك بس بشرط. دعست على رجله وقالت له بلاش تزودها. وقال لها انا بجد سعيد لانه جيتي. قالت له من الاول كان لازم تقول كلمه حلوه. وقالت له شوكو بتظهر زي حبيبتك الاولى يوري. قال لها هو الموضوع زعجك؟ قالت له وانا هغير من بنت من الصف السابع؟ بص دي مش فطابة. قال لها وراح وراها بس ما لقاهاش. قال لها ممكن تديلي تليفون عشان اتصل بيها؟ بس هي وما جاوبتوش. وقالت له بص فطابة هناك. ولما نداها باسمها شافته وهربت وابتدت تجري. وهو كمان قال لها استني وقدر ان هو يمسكها. قال لها هو انت ليه بتجري؟ قالت له هو انت اتصلت بيا؟ قال لها هنا قالت له اكتشفت انه في 2 من فطابة. وقالت لها ساكورا هي انت شفتها؟ قالت لا انا مش قادرة اعترف بالموضوع بس شفت واحدة في المكتبة وواحدة التانية شفتها في الشارع هي نفسي بالظبط، بس انا متاكده انها مزيفه ومادام هي عايشه في البيت انا مش رايحه. وقال لها ممكن تروح معانا البيت؟ ساكورا قالت له لو جبت معايا شاب البيت هترضى؟ قال لها لا طبعا بس انت تعالي معانا. اخته قالت هو انت جايب بنت تانية كمان تعرفها؟ هنا قال لها بس دي عندها مشكله ولازم تبقى معانا، دي صديقتي. وعرفتها على القطط بتاعها. قالوا لا احنا كمان اتشرفنا بمعرفتك.
وقالت له انا رايحه البيت علشان اجيب لبس، وهو نايم جت ونامت جنبه. قال لها هو انت بتعملي ايه؟ قالت له هو انت عندك مانع؟ جيت علشان اتفرج على وشك، هو انت مش حبيبي؟ لازم انام جنبك. وقال لها بجد انت غريبه. وقالت له بصوا فطابه ازاي نايمه، ازاي في حد شبهها هنا. قال لها هو انت ليه بحسك ان انت زعلانه؟ قالت له مش بكره هتكون مع فطابه علشان تسال على البنت التانية. قال لها هو انت زعلانه؟ انت عارفه ان انا بحبك. قالت له عارفه. قال لها شفتي يعني انت واثقه فيا؟ قالت له خلاص بلاش كلام فاضي، يلا خلينا ننام. بس لما جه علشان قالت له خلاص انا لازم انام، وعرف ان انا بحبك جدا. وقالت له يلا تصبح على خير. تاني يوم كانت ساكورا هي اللي حضرت الفطور، واخته قالت له بجد ساكورا شاطره. قال لها خلاص من دلوقتي هي اللي هتبقى تحضرنا الفطار. وقالت لفطابه هو انت ليه مش بتفطري؟ الاكل مش عاجبك؟ قالت لها لا بس انا اكلت. هنا جت شوكو قالت له هو انت عندك ضيوف؟ قال لها في ساكورا فطابه واختي، وجاء علشان يعرفها على فطابة. وقالت له بجد في واحدة تانية. ولما راح المدرسة قال وأخيرا لقيت فطابة التانية بس كانت بتراقب الشاب اللي بتحبه. قال لها وانتي بتعملي ايه؟ قالت له يعني انت مش شايف؟ قال لها طب تعالي معايا عاوز اتكلم معاكي. هنا قال لها هو ايه اللي خلاكي تحبيه؟ قالت له عايز تعرف ايه؟ لا بس فضول. قالت له في يوم اداني الشوكولاته. قال لها يعني لو اديت لك شوكولاته؟ قالت له لا طبعا. هنا قالت له لما ناداني باسمي كنت متوتره واداني الشوكولاته دي. قال لها سعرها كام؟ قالت له مش مهم. هنا قال لها لو اديت لك انا الشوكولاته؟ قالت له حتى لو اشتريتها لي باي تمن انا مش هحبك. قال لها يعني السبب انه وشه صح. وقالت له من الاخر عايز مني ايه؟ وقال لها في البيت عندي فطابه التانية. وقالت له عشان كده بتتكلم معايا بغرابه النهارده؟ هو انت فاكر ان انا مزيفه؟ قال لها هي اللي قالت كده. قالت له دي واحده كذابه. وقال لها بس انا حسيتها صادقه. قالت له انا عندي دليل. قال لها لو عندك قولي لي. بس هي سابته وراحت. ساكورا كانت بتتكلم مع اللي بتشتغل معاها وشكرتها على التصوير. قالت لها هو انت فين؟ قالت لها دلوقتي انا في بيت حبيبي. وشويه اتصل بيها اونيتشن وقال لها فطابة كانت في المدرسة طول الوقت. قالت له بجد؟ هنا قالت له حاول تيجي البيت بدري عايزة اتكلم معاك في موضوع. لما خلص المكالمة لقى البنت دي بتبص له بصات غريبة. وقالت له هو انت صديق فطابة؟ على فكرة البنت دي مش كويسة. قال لها قصدك ايه؟ قالت له بص وهتعرف. ولما بص على التليفون شاف الصور دي ولاحظ حاجات غريبة. ونيتشان جاي يتكلم مع فضابة بخصوص الصور. قالت له هو انت لقيت الوقت المناسب عشان تتكلم معايا في الحمام؟ قال لها انا مش هبص عليكي بس لازم اتكلم معاكي. قالت له هي مشكلتك ايه؟ هو قال لها فضابة التانية ليه بتنشر صورها بالطريقة دي؟ وقالت له مش عارفة. هو انت سمعت ايه عن البنت المزيفة دي؟ قال لها بصراحة كأنها بتكتب انه حد يكون معاها بعلاقة. قالت له مش عارفة، كل اللي انا عارفاه ان انا عايزة اكون بنت بسيطة. هنا قال لها بس فضابة التانية مش هتتوقف انها تنشر صورها لانها باين عليها انها بتحب تنشر الصور. قالت له انا ماليش علاقه. هنا قال لها خلاص انا هروح اتكلم مع فطابه التانية. وقالت له بجد انت واحد ممل. جه عند ساكورا وقال لها هو انت عايزه تقولي لي حاجه؟ قالت له الفتره دي مش هنخرج مع بعض. قال لها يعني ايه هننفصل؟ قالت له لا طبعا مش للدرجه دي، بس انا عندي تصوير ومش هكون فاضيه. قال لها خلاص اهم حاجه ان احنا مش هننفصل. قالت له طبعا مش هننفصل. هنا راح يقابل البنت التانية فطابة وقال لها ان هو ساكورا مشغولة الايام دي ومش هتخرج معاه علشان كده هو زهقان وعاوز يقضي وقت معاها. قالت له انت بجد ممل. هنا قال لها بخصوص الصور هتقولي عليها ايه؟ وقالت له خلاص مش عايزة اتكلم في الموضوع ده. قالت لي ان الصور دي بقت من الماضي. وقال لها فطابة كمان بتقول كده، وقالت ان انت نصفها التاني. وقالت له ما تجيبليش ست البنت دي. وقال لها يعني ده اخر كلام؟ قالت له بس فجأة بعتوا لها رسالة في حد قال لها لو بقيت تنشير الصور كده هقول للمدرسة على كل اللي انت بتعمليه. هنا خافت بس اونيتشن قال لها اديني التليفون ده. ورجع بعت رسالة وقال لو بعت رسالة مرة تانية انا هتصل بالشرطة. هنا قالت له اونيتشن امسح الحساب ده فورا انا بجد خايفة. وقال لها ما تخافيش انا معاكي. هنا اعتذرت منه وقالت له ممكن تروح معايا البيت اصلا انا خايفة. وقال لها خلاص مفيش مشكلة. راح معاها البيت. هنا فضلت تكلموا على الايامات بتاعتها لما كانت في الاعدادي واول مرة شافت فيها كينامي لما ابتدت تحبه. وقال لها بس هو مش بيحبك. قالت له انا عارفة بس انا بحبه من اول مرة شفته لما اداها الشوكولا. هنا قال لها استني هتصل بيه. وقالت له هو انت مجنون هتتصل بيه في الوقت ده؟ هنا كنامي جاب بسرعه قال له هو في ايه؟ انت خوفتني عليك. قال له ما تخافش مفيش حاجه. هنا قال له يعني خلاص ضميرك صحي؟ فطابه قالت هو اصلا عنده ضمير؟ هنا قال له اونيتشن البنت دي ما تخليهاش تعيط، البنت دي كويسه بس مش بتحب تظهر لاي حد.
وقال هو انا عملت حاجة؟ اصلا ما اتكلمتش معاها. قال له خلاص خلاص انت مش عارف حاجة. هنا ابتدوا يلعبوا مع بعض، حتى لعبوا لعبة الصراحة، بس اللي خسر هنا هو كينامي. وكانت فطابة زعلانة، بس هو قال عادي مفيش مشكلة، اهم حاجة ان احنا مع بعض وقضينا الليلة دي مع بعض. وحتى طلع الصبح عليهم وقال لهم خلاص انا لازم اروح دلوقتي. ونيتشان قال لها هو انت عايزاني ابقى معاكي دلوقتي كمان؟ قالت له لا، فطابة التانية كمان محتاجاك. لما راح البيت اتصلت به فطابة وقالت له النهارده العاب النارية وكينامي كمان هيكون موجود، وقال لها طبعا انا كمان حاجي. هنا قالوا لها بجد جيتي النهارده جميلة جدا، وابتدوا يشاهدوا العاب النارية مع بعض. بس فطابة كانت هتعيط، وقال لها كينامي ما تعيطيش، وحتى لو عيطتي اونيتشان هو اللي هيديكي المناديل. تاني يوم راح وراقك ساكورا، بس لما راح يتكلم معاه قالت له هو انت مين؟ قال لها بجد انت معرفتنيش؟ انا اونيتشان. هو انت مش ساكورا؟ قالت له لا انا مش عارفاك اصلا انت مين. وجت البنت دي قالت له البنت دي اسمها اومايا، في الوقت ده انا اللي اسمي ساكورا، وضربته على رجله. هنا عرفها وقال لها خلاص خلاص عرفتك انت ساكورا، بس ايه اللي غيرك؟ هنا قالت له انا ما قلتلكش ان انا عندي اختي؟ النهارده لما صحينا من النوم اكتشفنا انه احنا اتبدلنا الاجسام. وقال لها هو انت عندك اي دليل؟ قالت له دليل ايه؟ ده بحد ذاته صعب جدا، هو انت بتقول ايه؟ وساكورا قالت خلاص دلوقتي حصل اللي حصل، وانا هتعامل كاني اوماي لحد ما نرجع لطبيعتنا. وهم رايحين المدرسه قالت اوماي هم انا هعمل ايه؟ طب اصحابها لو جاوا يتكلموا معايا هيقولوا ايه؟ وقال لها اونيتشا ما تخافيش ساكورا ما عندهاش اصحاب اصلا. هنا قالت له وانت بتقول ايه؟ ودي قالت لها اصلا احنا في الهوا سوا. هنا قالت له وانا ممكن اروح معاك البيت؟ قال لها بس ساكورا مش هترضى. وقالت له ما تخافش انا هتكلم معاها. هنا حاولت تتكلم معاها بس طبعا ساكورا ما وافقتش. هنا عصبت عليها اوماي وقالت لها وانت بتقولي ايه؟ اصلا انت اخدتي مني كل حاجه، حتى انت بقيتي مشهوره، وانا كل ما اروح ادي دور بيرفضوني، انا بجد بكرهك. وقالت لها ماليش علاقه، لازم تعتمدي على نفسك. ونيتشان قال لها على الاقل روحي وقفي جنبها. وقالت له ما تخافش عليها، خليها تعتمد على نفسها زي ما انا اعتمدت على نفسي. ونيتشان راح مع امي التصوير، بس كانت متوتره واغمى عليها. ساكورا قالت له التصوير كان ازاي؟ هي قدرت تصور؟ قال لها لا اغمى عليها. وقالت له بجد؟ وراح عندها البيت علشان يطمن عليها. ساكورا قالت له استنى، بس ما قدرتش طبعا تدخل معاها البيت. وماي قالت له يا ساكورا عرفت اللي حصل معايا؟ قال لها بصراحة بس هي ما خافتش عليكي ولا سألت عليكي، كأنه ما حصلش حاجة. قالت له انا عارفة البنت دي مش بتحبني. تاني يوم راحوا علشان التصوير، وطبعا أمي كانت متوترة. هو قال لها اونيتشان لازم تكوني طبيعية علشان تقدري توصلي. هنا قال لها انا هروح البيت وانتي خليكي مع التصوير. ولما رجع البيت لقى اخته كاندي لابسة اللبس ده، وقال لها وانتي لابسة كده ليه؟ قالت له هروح المدرسة وهكون زي ساكورا. وقال لها بجد ازاي هتكوني زي ساكورا؟ بلاش تبالغي في الموضوع. وطبعا أماي صورت والمرة دي نجحت، وكلهم قالوا لها ان انت المرة دي نجحتي وخلاص هتكوني كمان بطلة. وهي كانت مبسوطة جدا. ونيتشان كمان كان معاها. هنا جابها الشاطئ لانها بتحب الشاطئ. وقال لها وانت عايزة تكوني زي ساكورا؟ قالت له في الماضي بس دلوقتي لا. وساكورا اتصلت قالت له يلا رد عليها. وقال لها المفروض انت اللي تجاوبي. قالت له يلا رد. هنا قالت له ساكورا هو انت فين؟ قالت له بعد ساعة لازم تيجي البيت، ولا انت خلاص عجبتك ان انت تبقى مع أماي؟ وقالت له لازم نروح المسرح، ما تنساش ان انا عندي تصوير. هنا قالت له أماي في الماضي كنا انا واختي ساكورا كويسين وكانت بتهتم بيا مش زي دلوقتي. وطبعا راحوا المسرح. ساكورا كانت زي كل مرة وكان فخور بيها. وقال اونيتشان احنا اتسلينا. هنا كانت مخبية وشها وقالت كلهم بيحبوا ساكورا. وقال لها يلا خلينا نروح البيت، بس هي قالت له ممكن توديني الشاطئ؟ قال لها دلوقتي؟ وقالت له قال لها خلاص يلا خلينا نروح. بس فجأة لا أمي بتجري البحر عايزه تنتحر. هو راح وراها قال لها بتعملي ايه؟ قالت له ابعد عني يا غبي. قال لها مين الغبي، انا ولا انتي؟ هنا قالت له هو انت بتعمل كل ده علشان ساكورا؟ قال لها لو حصل لك اي حاجه ساكورا هتزعل. قالت له ساكورا بتكرهني، هو انت لسه ما فهمتش؟ قال لها انا عندي دليل تعالي معايا. هنا جابها البيت واداها كل الرسائل والصور اللي كانت بينهم. وقالت له يعني ايه اللي موجود هنا؟ قال لها شوفي وهتعرفي. هنا شافت الرسائل بتاعها اللي كانت بتبعتها من زمان لساكورا لسه محتفظة فيها. هو قال لها لو مش بتحبك ازاي هتحتفظ بكل ده؟ وطبعا ساكورا جت وكانت سامعة كل حاجة. وقالت له في الماضي كنت ببعت لها صور بس لما بقت مشهورة كرهتها. وساكورا قالت لهم ازاي بتلمسوا حاجات مش بتاعتكم، وراحت ودت القلم ده لاونيتشان. قال لها هو انت ليه ضربتيني؟ قالت له البنت دي طول عمرها مدللة
قال لها طب انت مش حاسه ان انت اديتي القلم ده للشخص الغلط؟ قالت له عارفه، بس هي عندها تصوير للموضه بكره علشان كده مش هضربها. مسكت ايديها وقالت لها هي في اخت بتكره اختها؟ ازاي بتقولي كده؟ هنا امي ابتدت تعيط وقالت لها انت لما بقيتي مشهوره اتغيرتي. ساكورا حضنتها وقالت لها مش ممكن اتغير على اختي. وكمان امي حضنتها وقالت لها انا اسفه، انا مش عايزه ابقى زيك. هنا قالت لها ساكورا لو عندك اصرار ان انت تبقي زيي هتبقي. قالت لها لا مش عايزه. هنا حضنوا بعض وحسوا ان هما خلاص اتغيروا، كل واحده رجعت لشخصيتها الطبيعيه. ساكورا رجعت زي ما هي اللي شعرها اسود ها. ونيتشان قالوا اخيرا هعيش حياتي مع ساكورا. راح قال كل حاجه لفوطابا، قالت له طب كويس كل واحد رجع لشخصيته الطبيعيه. تاني يوم قال لساكورا احسن حاجه ان انا عندي بنت زيك. قالت له بس انا هكون مشغوله في التصوير الايام دي. قال لها انا اسعد انسان في الدنيا دي، وانتي؟ قالت له انا اللي عارفه ان انا بحبك. وقال لها بس انا بحبك اكتر. قالت له خلاص بلاش نتكلم في الموضوع ده، انا لازم اروح دلوقتي. تاني يوم فوطابا قالت له هي ساكورا مختلفه عن البنات؟ قال لها طبعا. هنا قالت له انا دلوقتي لازم اروح لانه ساكورا هتيجي. وقال لها انا لسه ما كملتش كلامي معاكي. ساكورا هنا شكرتها. هنا قالت له النهارده هتيجي بدري البيت علشان هحضر الاكل. وقال لها بس كده؟ قالت له اه يعني انت عايز اقولك ان انا غيرت من شوكو مثلا؟ انا مش غيرانه لانه انا بثق فيك. قال لها علشان كده كل مره بتسامحيني؟ قالت له يعني عندك حاجه تانية عايز تقولها؟ قال لها طبعا. راح جري وقال باعلى صوت ان هو بيحب ساكورا. قالت له تعالى هنا بتعمل ايه؟ مش للدرجه دي، انت كده بتكسفني. هايدي قالت الاكل ده بجد جميل، نفسي اكون زيك. ساكورا قالت لها انت كمان هتتعلمي. هنا قالت لها فكره اللي هتتجوز اخويا لازم تحبيني. قال لها ما تخافيش من الناحيه دي اكيد ساكورا هتحبك. وهو في الشغل يوري قالت له اوقات مش بتتكلم معايا يعني على مزاجك. قال لها بس لما بتكلم معاك انا برتاح. هنا كانت ساكورا بتتكلم مع هايدي، ولما جه اونيتشان اتكلم معاه قالت له على فكره انا شفتك داخل البيت. هنا شكرها لانه بتهتم باخته. قال لها ممكن اشوفك دلوقتي؟ قالت له لازم تهتم باختك، هي محتاجاك اكتر مني دلوقتي. وفعلا هايدي حضرت نفسها وعايزه تخرج بره لانه هي مش بتقدر تطلع بره البيت. وقالت له انا دلوقتي جاهزه. هنا حضنته قال لها ما تخافيش احنا هنخرج مع بعض. وقالت له بجد مش قادره اطلع بره البيت. هنا قالت له واحنا خرجنا ولا لسه؟ قال لها انا لسه ما فتحتش الباب اصلا، بس هو كان فتح الباب لقيت نفسها قدام الباب. قالت له هو انت اللي كدبت عليا؟ قال لها انا خططت لكل ده، لازم تخرجي بره البيت. هنا ابتدت تعيط وقال لها انا اسف لازم تطلعي بره البيت. وفعلا تاني يوم خرجت وكمان كانوا مع بعض متجمعين وابتدت تتصور صور زي البنات. وراح قابل شوكو وقال لها ان هو بيحب ساكورا. وقالت له ما انا عارفه بس احنا لازم نبقى بس اصدقاء، انا عارفه ان انت بتحب ساكورا جدا. وابتدى يعيط وكان متفاجئ. وكانت هايدي حضرت نفسها علشان تروح المدرسه بس طول الوقت كانت ماسكه في اخوها لحد ما شافت حديقه الحيوان. قالت له لازم اروح وراحت جري وما اهتمتش بالناس وكانت مبسوطه. هنا هي اللي اشتريت اغراض البيت وقالت له انا مش مصدقه ان انا بقيت بشتري اغراض البيت، بكره كمان هنخرج مع بعض صح؟ هنا اتصل بيها وقال لها الايام دي كنت مشغول مع هايدي. قالت له مش مشكله اهم حاجه ان انت تكون بخير. قال لها طب ممكن اشوفك؟ قالت له بصراحه النهارده بالليل عندي تصوير. بس كانت بتكذب عليه. عملت له مفاجاه وجات عنده البيت بس لقت ورقه بعتها له شوكو والمره دي زعلت منه. سابت البيت وراحت وراح وراها جري وقال لها استني انا عايزه اتكلم معاك انت فاهمه الموضوع غلط. قالت له مش عايزه اسمع منك اي حاجه. تاني يوم ما كانش بيتكلم مع حد. يوري قالت هو ليه بيتعامل معانا كده؟ إيه اللي زعجه؟ وماي قالت له النهارده عيد ميلاد ساكورا وانت مش عارف ازاي انت حبيبه اصلا. هنا قال لها ممكن تديني التليفون؟ قالت له بس هي في التصوير. وعرف انه هي هتسافر. قالت له بجد؟ وقال لها انا لازم اروح وراها. قالت له لو قدرت تلاقيها قولي، لو ما قدرتش اتصل بيا علشان اساعدك. وراح وراها في القطار وابتدى يناديلها باعلى صوت وقدر ان هو يلاقيها. راحوا المكان ده بس المكان كان ساقع جدا وحس ان هي بردانه، غطاها بالجاكيت بتاعه. قال لها وانت لسه بردانه؟ قالت له دلوقتي لا. واعتذر منها. قال لها بجد انت فاهمه الموضوع غلط، شوكو بعتت لي رساله شكر وشكرتني بالطريقه بتاعتها. قالت له خلاص مفيش مشكله اصلا انا نسيت كل حاجه وبصراحه انا اللي قصرت معاك وانا اللي لازم اعتذر منك. شوكو كانت واقفه جنبك وقال لها انا بحبك، اهم حاجه ان انا اسمع صوتك حتى لو كنت بعيده. هنا قالت له ممكن تغمض عينيك؟ واستغرب بس كان مستني حاجه تانية. وهي عملت له الحركه دي الحركه بتاعتها وقال لها وانت بتعملي ايه؟ قالت له دي مكافئتي ليك. قال لها بجد؟ ولحد هنا بيخلص الفيلم.